السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد وأبشركم مبروك، الله يدخل عليكم شهر رمضان بالصحة والعافية وكل ما تمنيتو. هنا إن شاء الله الاقتراح ديال اليوم نشارك معكم حلوى الحطب كتجي رائعة في الشكل وفي المذاق. بسم الله. هنا كنحتاجو 3 القطع ديال البسكوي. انا درت هذا البسكوي ديال المذاق ديال الكوك. من بعد كناخدو كاس ديال الحليب مجفف، كنديروه في مقله وكنحمروه، ما نخليوش يتحرق. كنبقاو نحركو مزيان، راه واخا كيدير دوك الحبيبات غادي اما نغربلوه الا حمرناه ولا كنطحنوه مع البسكوي. ها هو هنا تحمر. من بعد ما طحنا البسكوي كنزيدو عليه كاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون، وكاس ديال الحليب مجفف اللي حمرناه وغربلناه، كنخلطوهم مزيان. بالنسبه للكاوكاو راه اختياري، الا متوفر عندكم ما متوفرش استغناو عليه. بالنسبه لهاد الحلوى الحطب او حلا الحطب ساهله في التحضير ديالها وسريعه وبلا فران. من بعد كنزيدو هنا كناخدو علبه ديال الحليب مركز محلى صغيره، انا درت غير نصها. كنخلط، كنزيد عليها هنا هاد الكريمه راه معروفه ورخيصه. وبالنسبه للحليب مركز محلى ان شاء الله نشارك معكم التحضير ديالو منزلي، ما تحتاجوش باقي تشريوه من برا، نحضروه في الدار. صافي هنا كنخلطوه مزيان، وكنتمنى تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت الاغلبيه ما كيكملوش الفيديو، كيبدا الفيديو غير من الاول وما كيكملوش. كنتمنى تكملوا حتى الاخر. صافي هنا كنشكلوا على شكل عجينه حتى تيتجمع لينا هذا الخليط، وكنشوفوا واش كيتشكلنا على شكل بودان. صافي هنا كيتشكل بسهوله وما كيتفرتش لينا هذا الخليط. صافي وكندوز مباشره كنشكلهم هكا حرابل، كندير تقريبا نفس العبار. فيها الشكل ديالو كنحطهم هكا في الطبسيل اللي درت ليه ورق ديال الزبده، وكنعاود نفس الطريقه اللي درت في الاول، كنشكل على شكل حربول حتى تنكمل الكميه كامله اللي عندي. كنشكلها هكا حرابل او بودان. حلا الحطب ساهله في التحضير ديالها. هكا نحضروها الى جاونا الضياف على غفله، ونحضروها هكا للعائله ما تشبعوش منها، تعجب الكبار والصغار. صافي هنا حتى تنكمل الكميه كامله كنشكلها هكا حرابل وكنستفها. ها هما من بعد ما حربلتهم كاملين كندوبوا الشوكولات، وكناخذ واحد الشيته وكنبقى ندهن هاد الحرابل بالشوكولات. ما نحتاجوش فرشيطه باش نديرو دوك الخطوط، كنديرو غير هاد الشيته راهي كتساعدنا وكدير دوك الخطوط. كنبدا ندير الشوكولات من الفوق وكنعاود نرجع تاني نديرهم الاولين اللي درت حتى نغطيهم كاملين بالشوكولات بالشيته. دغيا كتحضر هاد الحلوه، ما كتاخذش لينا وقت كتير وبلا فران. حلوه شتويه نقدموها مع كاس ديال القهوه، هي اللي كتنفع في هذا الجو البارد. صافي كي قلت لكم كنعاود نرجع ندير هذيك الشيته من الفوق الشوكولات باش كنشكل هكا خطوط. وراه ما دخلتهاش للثلاجه حيت الجو بارد، دغيا جمد هذاك الشوكولات. ها هو الشكل ديال الحلوه ديالنا. صافي من بعد هنا كنقطع هذوك الجوانب، وكناخذ الطرف الاول اللي قطعت كناخذ به العبار القياس اللي درنا في الاول، وكنبقى غاديه كنقطع بمسماضي. راه كتقطع بسهوله هاد الحلوه وما كتهرسش. وبالنسبه لديك البقايا ديال الشوكولاته راه حتى هو تنحيد هذوك الجوانب بالموس. وديك البقايا راه ما كتضيع، كنعطيها هكا للوليدات ياكلوا هذاك الشوكولات اللي حيد.
صافي هنا حتى تنكمل الكميه كامله ديال هذوك الحراب اللي كنقطعهم. كي قلت لكم كناخذوا العبار بالقطعه الاولى، من بعد ما كنحيدو داك القنت الاول، دوك الجوانب اللي ما مقاديش تنحيدوهم. هنا ولدي راه كياكل هذوك ديك البقيه ديال الشكلاط. صافي الشكل ديال بحال الحطب او غصن الشجره ها هما. نتمنى كما العاده الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم شهر رمضان بالصحه والعافيه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد في الله.